ليه بقينا كلنا بننسى؟ مش بس كبار السن اللي بينسوا، ده كمان الشباب وكمان للاسف الاطفال. واحد بيحط المفاتيح وبيدور عليها ومش عارف حاططها فين، واحده تانية بتطبخ ومش عارفه هي حطت ملح على الاكل ولا لا، وممكن تحط الاكل الملح مرتين وممكن ما تحطش ويبقى الاكل عادم. وموظف يبقى ماشي مش عارف هو رايح فين، راح الشغل ولا بيتوه ومش عارف هو رايح فين. النسيان يا جماعه، هل هو بقى وباء العصر ولا احنا اللي بنهمل في جسمنا وبنهمل في دماغنا؟ خليك معايا النهارده للاخر علشان هتعرف السبب الحقيقي للنسيان، وازاي تقوي ذاكرتك وترجع تركيزك زي ما كان بخطوات بسيطه ومضمونه. خليكم معايا، ويا ريت اللي مش مشترك في القناه يشترك ويدوس على زر الجرس حتى يصله كل جديد، وندخل في الموضوع ونقول بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. النسيان النهارده مش بس مرتبط بالعمر، لكنه باسلوب حياتنا اللي بقى مليان هموم وتوتر وقله نوم. الموبايل طول النهار في ايدينا، والاكل السريع اللي بنجيبه. يعني مش لازم تكون كبير السن يعني عشان تنسى ويجي لك زهايمر. كفايه شويه عادات غلط زي اللي انا هقولها دلوقتي بتخلي دماغنا دايما مشغوله ومش قادره تركز. نمسك اول حاجه، الحاجات اللي بتفيد المخ. الاكل، في اكل للمخ المخ بيحبها. هنشوف الاكلات اللي المخ بيحبها وبينشط ايه الذاكره بتاعته. اول حاجه السمك. السمك وخصوصا السردين والسلمون. السمك وخصوصا السردين والسلمون، ليه بقى؟ لان فيهم اوميجا 3، دي بتقوي الذاكره وبتقوي خلايا المخ. تاني حاجه من المكسرات النيه، وخصوصا عين الجمل واللوز. دول فيهم ايه؟ فيهم فيتامين اي اللي بيحافظ على الذاكره. ايه تاني؟ التوت والرمان والكركم، دي فيها مضادات. كل ده انا اتكلمت فيه، فيهم مضادات اكسده بتقلل تلف الخلايا العصبيه. في ايه تاني؟ الخضروات الورقيه اللي دايما بنصح بيها، وخصوصا طبق السلطه الخضراء. الخضروات الورقيه زي ايه؟ زي السبانخ وزي الجرجير وزي البقدونس وغيرها وغيرها وغيرها. فيها فيتامين كي وفيه فيتامين بي 9 اللي بيساعدوا على التركيز. نيجي بقى للاهم، الميه. الميه لها دور كبير قوي في تنشيط الذاكره وقله التركيز. يعني بتزود التركيز بتاع المخ، لان الجفاف بتاع الجسم ده حتى لو كان بسيط بيقلل التركيز والنشاط الذهني. دي الاكلات اللي بيحبها المخ. نيجي بقى لتاني حاجه بتاثر على التركيز، النوم. والناس النهارده، في شباب النهارده بقى ليلها بقى نهار ونهارها بقى ليل. اثناء المخ يا جماعه، اثناء النوم يا جماعه، المخ بينظم نفسه. افهموا النوم بيعمل ايه، ليه علاقته بالذاكره. المخ بينظم نفسه، بيرتب المعلومات ويقلل، بينقل المهم منها من الذاكره قصيره المدى الى ذاكره طويله المدى. يعني ليه بتتخزن وتفتكرها بعد مده. قله النوم بقى معناها ببساطه ان المعلومه ما بتتخزنش. يعني انت عايز معلومه معينه عايز تخزنها، والكلام ده للطلبه. عايز تخزن المعلومه لازم تنام كويس جدا، لدرجه ان في ناس بيقول لك خلي المعلومه كسندوتش. يعني كن نايم كويس قبليها وتذاكر كويس وبعد كده تنام تاني بتعملها كانها سندوتش. النوم بيخلي المعلومه تتخزن كويس. طب جرب كده، نام 7 ساعات، نوم مريح طبعا، مش نوم قلق وصحيان والكلام ده. هتلاحظ فرق كبير جدا في تركيزك خلال اسبوع واحد بس. ثالث حاجه اللي هي مصيبه العصر اللي في ايدينا كلنا وما نقدرش نستغنى عنها. بننام واحنا ماسكينها وبنقوم من النوم على طول اول حاجه بنمسكها الموبايل. كل اشعار وكل فيديو بتشوفه والسكرول بيسحب طاقه ذهنيه مهوله من مخك. المخ بيتعامل مع كل ده كانها ملفات مفتوحه، ولما تيجي انت عايز تفتكر حاجه بتلاقي دماغك قفلت مش قادر تفتكر. الحل لازم تخصص لنفسك فترات من غير موبايل خالص، فترات واستخدم مخك في حاجات او انشطه حقيقيه لتنشيط المخ. دي تالت حاجه. رابع حاجه برضو احنا مهملين فيها، الحركه والمشي حتى لو نص ساعه يوميا كفيل انه يزيد ضخ الدم في المخ ويحافظ على الذاكره. بالمشي الحركه الكتير، الناس كبيره السن تروح تصلي في اماكن مختلفه وتنشط مخها وكده بتضخ الدرجه مش للذاكره بس لكل الجسم. والناس اللي ستات البيوت برضه يتحركوا حتى لو في الشقه، ما تقعدش في مكان، تتحرك كل نص ساعه لازم تتحرك كده حتى لو دقيقتين. دراسه من مايو كلينيك بتقول ايه؟ ان النشاط الذهني المنتظم بيقلل ضعف الذاكره والزهايمر بنسبه 30%. ده دراسه هي من ايه؟ من مايو كلينيك بتقول ان النشاط البدني المنتظم، النشاط البدني المنتظم بيقلل خطر الاصابه او ضعف الذاكره والزهايمر بنسبه 30%. كمان ممارسه التامل واليوجا
انا ما لعبتش يوجا، ما اعرفش بصراحه، لكن التامل بانتظام بيقلل التوتر وبينظم التنفس ويخلي الذهن انقى وانشط. دي رابع حاجه. نمسك خامس حاجه بقى، تدريب الدماغ. الله واحنا الدماغ كمان للرياضه؟ نعم. الدماغ عضو من اعضاء الجسم يا جماعه. اي عضو في اعضاء الجسم انت ما بتشغلوش بيضعف. انا لو حتى تلاحظ الناس اللي مجبسه ايديها فترات طويله بتعمل علاج طبيعي بعد كده. يعني الدراع اللي ما بيشتغلش ده والايد ما بتشتغلش بتضعف بعد كده، الرجل لو ما اشتغلتش بتضعف. نفس الكلام المخ. المخ اي زي اي عضله، لو ما اتمرنتش او ما اشتغلتش كويس بتضعف. اقرا يعني هنضربها ازاي؟ بالقرايه كتير. احفظ اي حاجه حتى لو سوره قصيره في القران او ثلاث اربع ايات من القران، احفظ وراجعهم. حل الغاز، حل كلمات متقاطعه. جرب حاجه جديده كل يوم، حتى لو حاجه بسيطه خالص. حتى لو حاول تفتكر ارقام التليفونات. فاكرين زمان يا جماعه الناس اللي في سننا قبل الموبايلات كانوا ما كانش احنا كنا بنعمل ايه؟ كنا بنحفظ ارقام التليفونات بتاعت اهالينا، وبنحط نوت التليفونات في جيوبنا كده للناس اللي هي بعيده. بس معظمها هنكون حافظينه على طول، ما بنستناش لما نفتح بقى ونشوف الارقام دي كلها. واخدين بالكم؟ ونحاول نفتكر الاشياء الموجوده في البيت محطوطه فين وكان نشغل دماغنا باي حاجه. كل ده بيحفز الروابط العصبيه وبتخلي ذهنك دايما نشيط. سادس حاجه بقى الاخطاء اللي بتضعف التركيز، وركزوا معايا هنقولهم واحده واحده كده وبالراحه علشان الكل يستفاد. في اخطاء بتقلل التركيز زي ايه؟ السهر. الناس اللي ليلها نهار ونهارها ليل، والضغط العصبي اللي معظم الناس عندها ضغط عصبي. اهدى شويه وركز وما تسهرش. ينام بالليل، عشان النوم بالليل احنا عارفين وقلنا قبل كده ان بيفرز هرمونات بتظبط الجسم في حاجات كتير. واخدين بالكم؟ كمان السكر الابيض والحلويات والمقليات والدهون المهدرجه، كل دي بتاثر على التركيز. قله شرب الميه زي ما قلت من شويه بتاثر على التركيز. والحته اللي جايه دي مهمه يا جماعه، العزله الاجتماعيه وقله الكلام. الناس اللي ابهاتها كبيره في السن، هتلاقي الراجل ومراته قاعدين مثلا في شقه لوحدهم، او الراجل لوحده او الست لوحدها، عنده 60 70 80 سنه ومحدش بيسال فيه، مش لاقي حد يكلمه. ده بيكلم نفسه. الحاجات دي كلها بمساعده على الزهايمر. هيجي له نسيان، مش عايز يكلم مع حد، عايز حد يتناقش معاه، يعمل مشاكل ويحل له يحل لكم مشاكل كده. لازم تشغلوا دماغه يا جماعه. حرام عليكم الناس اللي بتسيب ابهاتها قاعدين كده وبيتصل عليهم بالتليفون كلمتين، ازيك يا بابا عامل ايه؟ طب كويس سلام عليكم. والام نفسك ازيك يا ماما عامله ايه؟ هو ده كلام برضه. لكن لا، لازم يكون في نشاط اجتماعي وفي كلام وفي عواطف بين الناس وبعضيها، علشان تنشط المخ. ما يبقاش كده ويجي له زهايمر بدري وتقول يا عيني جاله زهايمر، انت سبب من الحاجات دي كلها. في حته مهم جدا، افراط في اخذ الادويه المنومه والادويه المهدئه، برضه بتاثر على الذاكره. الحاجات دي كلها ما بتاخدش الا تحت اشراف طبي. والحاجه الاخيره اللي بتقلل التركيز اللي هي القلق الدايم. كل دي عوامل يا جماعه بتاثر على الذاكره وبتضعفها. يا جماعه لو النسيان، وهنا بقى حته مهمه، لو النسيان مفرط يعني مش طبيعي لدرجه انه مؤثر على شغلك ومؤثر على حياتك اليوميه، فهنا لازم وجوب بقى، لازم تروح تستشير الدكتور متخصص عشان تستبعد اي اسباب عضويه، زي مثلا نقص فيتامين بي 12 او مشاكل في الغده الدرقيه او عندك زهايمر مبكر. لان التشخيص المبكر هنا بيفرق كتير جدا في العلاج. طب هل الجانب النفسي والروحي وذكر الله سبحانه وتعالى له علاقه بالموضوع ده؟ طبعا. الهدوء والسكينه بيقللوا الكورتيزول الموجود اللي بيتفرز قدام، له هرمون التوتر. التركيز، قصدي الهدوء والسكينه وذكر الله بيقللوا هرمون التوتر. قال تعالى واذكر ربك اذا ايه؟ اذا نسيت. اذا الذكر مش بس عباده، ده كمان تهذيب للنفس وتصفيه للعقل. ونصيحه مني، اذكر ربنا سبحانه وتعالى كتير، وصل على النبي صلى الله عليه وسلم كتير، وقل لا حول ولا قوه الا بالله كتير، واستغفر ربنا كتير طول ما انت قاعد وانت ماشي وانت قاعد. الحاجات دي كلها بتنشط الذاكره وبتقلل ايه؟ ضعف الذاكره. واخيرا، النسيان مش بس ايه؟ مش حتمي، لكنه رساله من جسمك بيقول لك اهتم بيا شويه. كل صح، نام كويس، اتحرك، اهدى كده شويه، اذكر ربنا دايما. الذاكره بتضعف بالعادات الغلط وبتقوى بالعادات الصح. ابدا النهارده بخطوه، لان دماغك يستحق. دماغك يستحق. لو استفدت من الفيديو ده يا ريت تشيره لكل احبابك وكل اصحابك، فالدال على الخير
كفاعله، الدال على الخير كفاعله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم اجعل هذا العمل خالصا لوجهك الكريم، واجعله في ميزان حسنات كل من شاهده ونشره ابتغاء مرضاتك يا رب العالمين. وما تنسوش تدعوا لي وتصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم في تعليق، وتدعم لاخوانكم في السودان، وتدعم لاخوانكم في غزه. وما تنسوش تدعموا القناه بالشير واللايك والتعليق لتدعيم القناه لنشر الوعي الصحي والغذائي في المجتمع. اشكركم والسلام عليكم ورحمه الله.